السر الحقيقي بيبدأ من البيت، من الطريقة اللي بتتعاملي بيها معاه كل يوم. كل أم نفسها تسمع صوت ابنها وإنه يتكلم كويس، وأوقات كتير بنوديهم جلسات ومراكز وبرضه نحس إن مفيش فرق كبير. السر مش في المكان ولا في عدد الجلسات. النهاردة هقولك إزاي تشتغلي مع ابنك في البيت بخطوات بسيطة جدا، ولو عملتيها بحب وصبر هتفرق معاه جدا أكتر من أي جلسة تخاطب. كل أم تقدر تساعد ابنها بخطوات بسيطة جدا، بس أهم حاجة إن هي تشتغل معاه كل يوم ولو وقت بسيط. اول خطوه اتكلمي معاه على طول، اتكلمي معاه كانه فاهم كل حاجه ومش لازم يكون بيرد. قوليله بص العصفوره، العصفوره بتطير، بص العربيه، العربيه بتمشي. التكرار دوت بيخلي دماغه تربط ما بين الكلمه والمعنى، وده اهم تدريب ممكن تعمليه. تاني خطوه اللعب. اللعب هو مفتاح الكلام. العبي معاه واعملي اصوات زي اصوات الحيوانات واصوات وسائل المواصلات، ولما يقلدك حتى لو غلط شجعيه، لان الهدف هنا هو ان هو يقلد وانه يحاول يحرك لسانه. تالت خطوة الصور والقصص. اقري له كل يوم ولو دقايق بسيطة. هاتي قصص صغيرة وهاتي صور حيوانات واسأليه فين البطة، فين الكورة، ولما يشاور او يحاول يقول الكلمة صح امدحيه وشجعيه على طول. بس خدي بالك، المجهود ده كله ممكن يضيع لو الطفل طول الوقت قدام الشاشات. الموبايل والكرتون بيخلوا الطفل يسمع بس من غير ما يشارك، وعلشان الطفل يتكلم لازم يبقى فيه تفاعل وفيه حركة وفيه مشاعر. كل كلمة، كل لعبة، كل دقيقة بتقضيها مع ابنك فدي في حد ذاتها جلسة تخاطب. واستني الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن أكتر الأخطاء اللي بتأخر الكلام عند الأطفال من غير ما ناخد بالنا. وما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك.